مفيش حد فينا ما بيحبش الفيديوهات، سواء القصيرة أو الطويلة. الفيديوهات بتجتمع الناس على حبها علشان بتعتمد على توصيل المعلومة ليك بشكل أسهل وأسرع وبشكل ممتع. بس خلي بالك من كلمة ممتع دي. تفتكر انت ليه بتستمتع بالفيديو؟ وليه في فيديوهات بتحبها وبتعوز تكملها للآخر وفيديوهات لأ؟ من ضمن أسباب تفاعلك مع الفيديو واختيارك انك تكمله للآخر هو وجود عناصر حركية كتير جوه الفيديو. صناع المحتوى وشركات الإنتاج بيبدعوا في ابتكار وعمل عناصر حركية جذابة جوه الفيديو بحيث توصلك المعلومة بشكل أسهل وتخليك منجذب ومشدود للمادة اللي انت بتتفرج عليها. يعني ما يبقاش في صورة معروضة ما بتتحركش قدامك، لا، في كتابة بتتحرك، شخصيات بتتحرك، وهكذا. وهنا بقى يجي مجال مهم جدا في صناعة العناصر والمؤثرات الحركية والبصرية داخل أي فيديو، والمجال ده هو الجرافيك ديزاين. صناع المحتوى يا جماعة يا إما بيتعلموا شغل الجرافيك علشان يخرجوا لك فيديو ممتع ما تزهقش منه، يا إما بيستعينوا بفريق جرافيك علشان يحولوا الفيديو العادي لفيديو حيوي وجذاب وانت كمتفرج تتفاعل معاه وتحبه. من الآخر الجرافيك بيودي الفيديو لحتة تانية خالص. بس أنا لو قلت لك جرافيك ديزاين وسكت كده هبقى بتوهك. أصل الجرافيك ده عالم جواه تخصصات كتير جدا، وممكن انت بنفسك تكون جربت تتعلم من فوتوشوب او الستريتور وحاولت تدخل مجال الجرافيك بس لقيت نفسك تايه وحاسس انك مش بتوصل لحاجه. اللي بتعلمه ده هعمل بايه بالتحديد واشتغل ازاي بيه؟ ده غير انك كل شويه بتسمع عن مصطلح جديد فيه وبرنامج جديد وتحس انك انت المفروض لسه الاول تتعلم من البرنامج ده وليله كبيره كده. فخليني في الحلقه دي والحلقات الجايه باذن الله ابسط لك العالم ده واحلله لك واقول لك كل قسم فيه بيعمل ايه بالظبط في صناعه الميديا، وايه هي المهارات المطلوبه لكل قسم، وتتعلم برامج ايه بالظبط، وبعدين انت بنفسك تختار التخصص ايه وتختار المسار الوظيفي اللي يعجبك وتحس نفسك فيه وتحس انك قادر تبدع فيه. وخلينا في الحلقه دي نبدا بواحد من اهم اقسام الجرافيك ديزاين وهو الموشن جرافيك ديزاين. هنعرف ايه هو الموشن جرافيك ديزاين وايه اهميته في صناعه الميديا وبيستخدم في انهي ميديا بالتحديد وازاي تشتغل بيه وتجيب منه فلوس باذن الله. فانا ده حسن لاول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. خلينا الاول نبدا بيعني ايه موشن جرافيك ديزاين. بص يا سيدي، دلوقتي الموشن جرافيك ده معناه باختصار جرافيكس ان موشن. ايش هذا؟ نفس المعنى. هبسطها لك. بص معايا في الثلاث فيديوهات اللي هعرضهم لك دول كمان شويه. كلنا عارفين لوجو فايرفوكس صح؟ اللوجو نفسه وتصميمه عباره عن جرافيك، بس ايه رايك لو خليته لك كده ممتع اكتر؟ صح؟ طب بص اللوجو ناشونال جيوغرافيك كده، هل من الممتع ان هو يحط لك اللوجو ثابت كده في بدايه وثائقي ليهم، ولا ايه رايك لو حطوه كده؟ كلنا عارفين براند نايكي ده اللوجو الثابت، بس ايه رايك لو عملوه لك كده؟ حسيت بحيويه فيه ونشاط كده صح؟ وحسيت ان فعلا براند رياضي فيه حركه كده. خلينا نروح لمثال تاني. فرضا انك انت عندك برزنتيشن في الكليه، ومن ضمن اللي هتشرحه في البرزنتيشن احصائيه معينه. تعالى اجيب لك حاجتين وانت احكم بنفسك مين الممتع فيهم اكتر وهو بيتعرض. هل اني اجيب لك الاحصائيه صوره ساده كده، ولا بص ممكن اخليها لك تتحرك بالشكل ده كده وتبقى بتوصل المعنى اكتر وانت بتشرح والناس تتفاعل معاها؟ يعني باين مين الممتع فيهم اكتر صح؟ ارجع لي هنا بقى وتعالى نلخص. دلوقتي انت عندك انواع مختلفه من التصاميم، حاجات مرسومه يدويا مثلا او رسم ديجيتال زي شخصيه مرسومه، صور ثابته زي الاحصائيات او الخرائط، لوجوهات زي ما شفنا، حتى الكتابه بخط معين. بس انت قررت انك ما تخليهاش ثابته كده، لا، قررت تضيف حركه داخل التصاميم دي بحيث تخليها حيويه وجذابه اكتر وتلاقي من الفيديو اكتر. الفيديوهات يا جماعه مختلف انواعها، سواء اعلانات، برزنتيشن، فيديو تعليمي، اي فيديو عمره ما كان ثابت زي الصوره. الفيديو اللي بيميزه ان في حركه طول الوقت، انت مش واقف ماسك ورقه وبتسمعها، في حركه طول الوقت في الفيديو، الانتقال من مقطع للتاني نفسه في حركه. فبالتالي من الاحسن ان لما اعرض حاجات تساعدني في توضيح المعلومه او النقطه اللي بكلمك فيها اني اعرضها بشكل حركي مش بشكل ثابت. حتى لو هعرض لك صوره ثابته تساعدني في الشرح فانا مش هعرضها لك كده زي ما هي، هدخل معاها افكت يخليها تتحرك وانا بتكلم. لو هعرض كلمه معينه وانا بشرح فالاحلى اني احركها قدامك مش الزقها لك على الشاشه وخلاص. احنا كده عرفنا يعني ايه جرافيكس ان موشن. تعالى بقى اشرح لك ازاي وقد ايه هو مهم ولا غنى عنه حاليا. الموشن جرافيكس يا جماعه داخل حرفيا في كل حاجه حوالينا. انت يوميا بتتعرض لمواد مرئيه كتير جدا، اعلانات تلفزيونيه، افلام، فيديوهات طويله زي يوتيوب او مقاطع قصيره مثلا على فيسبوك او تيك توك. من اهم مميزات استخدام الموشن جرافيكس في الاعلانات التلفزيونيه مثلا انه ارخص بكتير من ان اجيب ممثل مثلا يعلن عن المنتج. انت ممكن تقدم فكره المنتج عن طريق استخدام التحريك لمقاطع مرسومه او مصممه وتجيب فويس اوفر في الخلفيه يشرح المنتج بيقدم ايه بصوته، بالتالي يطلع اعلان مرح وحلو بتكاليف معقوله. لو هتستخدمه في انتاج الفيديوهات الطويله او القصيره فانت ممكن اصلا ما تطلعش بنفسك في الفيديو، انت ممكن تقدم فكرتك وشرحك باستخدام الموشن جرافيك. زي ما قلنا تحريك احصائيات، شخصيات، وايت بورد، ممكن يستخدم في البرزنتيشن. بدل ما يخلي البرزنتيشن عباره عن صور عليها كلام وانت بتقرا الكلام، لا، انت ممكن تحرك الكلام وتحرك السلايدز وتضيف لها افكتس وتحرك احصائيات جوه البرزنتيشن وهكذا.
طب هل عندك فكره ان الويب سايتس والابلكيشن فيها موشن جرافيك؟ لو انت كتبت باسورد غلط مثلا وبعدين لقيت الشاشه بتتهز كده والزرار بينور احمر، ما ده موشن جرافيك. زي ما قلت لك هو حرفيا بيستخدم في كل حاجه حواليك، حتى تتر المسلسل اللي انت بتتفرج عليه اللي بيعرض لك الاسامي وبيكون عليه مؤثرات بصريه سواء افكتس او حركه وانتقال من بين مقطع للتاني، كل ده موشن جرافيك. فهل انت شايف ان مع وجود السوشيال ميديا ووجود الاجهزه الالكترونيه وتطور صناعه الميديا حوالينا ان ممكن حد يستغنى عن وجود الموشن جرافيك ديزاينر؟ باذن الله لا. طب كيف تصبح موشن جرافيك ديزاينر وازاي تسوق لنفسك وتشتغل بيه ويجي لك منه فلوس باذن الله؟ هنبدا بالبرامج اللي نتعلمها. مهم جدا نتعلم اساسيات التصميم زي استخدام الالوان مثلا، ونتعلم ازاي ترسم على برامج زي فوتوشوب واليستريتور. خلي بالك انك بترسم مشهد او شخصيه بنفسك وبعدين بتحركها. احيانا بيجي لك التصميم جاهز وانت بتحركه، ولكن مش ده العموم. لو انت عايز تاخد سكريبت مكتوب وتحوله لفيديو حركي فلازم تتعلم تصمم من اللي يعكس اللي مكتوب في السكريبت عشان توصل المعلومه اللي جواه. طيب ده التصميم. بالنسبه للتحريك فانت عندك برنامج الافتر افكت، تتعلم منه ازاي تحرك شخصيه معينه وازاي تعمل انتقال من مقطع لمقطع بطريقه احترافيه. تتعلم ازاي تعمل مشهد عليه في شخصيات بتتحرك. الافتر افكت بيضيف عنصر التايمنج او التوقيت، وهو ده اللي بيخلي الشخصيه اللي قدامك تتحرك امتى وتقف امتى، تتحرك في مده زمنيه قد ايه. زي الرسوم المتحركه اللي انت بتتفرج عليها، لو تلاحظ فكل الامثله اللي جبتها لك كانت مرسومه ببعدين بس او كانت 2 دي، انما لو هتصمم منتج مثلا وتحركه او بترسم شخصيه بابعاد ثلاثيه فانت لازم تتعلم تصمم ب 3 دي. ممكن تصمم بالفوتوشوب، ولكن انا برجح لك برنامج 3 دي بلندر ومايا. بص سواء ال 2 دي او 3 دي الاثنين ليهم استخداماتهم وعلى حسب الكلاينت عاوز الحاجه معموله بايه. الاثنين مهمين على فكره، ما تستقلش مثلا بال 2 دي او تقول ان هو ما بيستخدمش، بالعكس ال 2 دي ليه الروح الخاصه بيه برضه. ازاي بقى تسوق لنفسك وتشتغل بيه وتجيب منه فلوس باذن الله؟ بص خدها قاعده، اي مصمم في الدنيا لازم يبني لنفسه بروفايل قوي جدا. الكلاينت لما بيجي بيختار مين اللي هينفذ له الحاجه اللي هو عاوزها مش هيختارك علشان سود عيونك، هيختارك بناء على خبراتك السابقه في التصميم وانه شاف تصميماتك وعجبته. هتقول لي طب ازاي خبره وانا لسه ما اشتغلتش؟ هقول لك هنا بقى نيجي لنقطه التدريب. اخترع انت مشروع كانك كلاينت واشتغل عليه وحطه في بروفايلك. مش بقول لك تكذب وتقول ان ده كان كلاينت، لا، اقصد اقول انك انت لازم تعمل حاجات بنفسك في الاول عشان الناس تشوف شغلك وتقتنع بيك. هات لوجو مشهور واعمله تحريك، ارسم مشهد وحركه كانه فيلم قصير، واعمل بقى لنفسك بروفايلات على الانستجرام وتيك توك وبيهانس وبنترست بحيث تعرض عليهم شغلك، بحيث تبني لنفسك بروفايل قوي وسمعه وتوري للناس قد ايه انت ماهر في اللي انت بتعمله. مع الوقت انت هيبقى عندك بصمه في تصميمك. البصمه دي يعني اللي يشوف الصوره يعرف على طول انها بتاعتك من غير ما يبص على الاسم. البصمه دي ممكن تكون ستايل رسم معين، ممكن تكون طريقه دمج الوان معينه، انت بتتعلم مع الوقت والتدريب ازاي تعملها. وبالنسبه لنقطه الشغل فانت ممكن يجي في بالك ان الذكاء الاصطناعي اكل جزء من الشغل ده. هقول لك لا خالص. عاوز اقول لك ان في كلاينتس كتير جدا وفي شركات انتاج بترفض اصلا تشتغل بالاي اي، ولو بعت لها تصميم بتفضل مده على ما تتاكد ان هو مش معمول بالاي اي. ده غير ان مهما بلغ تطور الاي اي فعمره ما هيمتلك حته الابداع اللي هي موجوده بس عندك كانسان. والبصمه اللي كلمتك عنها دي هي اللي بتميزك عن غيرك وعن الاي اي كمان. فما تقلقش، الاي اي ما خدش مكانك وعمره ما ياخد مكانك باذن الله. فانت سمي الله كده وابدا، وبعد ما تخلص وتتدرب اعمل موقع على مستقل او خمسات او اب وورك وابدا اعرض شغلك عليهم وتعلم ازاي تسعر شغلك. ادخل على الجروبس المختلفه اللي عليها مصممين زيك بيعرضوا شغل كتير عليه. وغير الشغل الحر فشركات كتير قوي بتطلب موشن جرافيك زي شركات الدعايه والاعلان وصناع المحتوى. المجال ده مهم جدا جدا ولا غنى عنه باذن الله. فلو وصلت لغايه هنا اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر اعلان او محتوى عجبك كان فيه موشن جرافيكس، وقول لي حابب اتكلم عن ايه تاني الفتره الجايه. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وما تنساش تشير الفيديو مع صحابك اللي حابين يعرفوا اكتر عن المجال ده او المجالات والكليات المختلفه. اشوفك باذن الله في حلقات تانيه. السلام عليكم.